دي شوية أفكار طبقيها النهاردة وما تنسيش تدعيلي لما حرفيا هتغير لك حياتك بكرة، وهيساعدني فيها توابل دهب اللي مش بس هتقدم لكم توابل زي الدهب، لا دي كمان عاملة لكم عروض تجنن وهتكسبكم دهب. عايزين تعرفوا ازاي؟ تابعوا الفيديو للآخر. تعرفي ان لو عندك توابل بجودة عالية انت كده عندك صيدلية في بيتك، وتقدري تقوي مناعة ولادك وتعملي لهم كبسولات المناعة الطبيعية دي على ايديكي بدون اي اثار جانبية ولا اي تكلفة مادية. كل الحكاية اني هجيب نسب متساوية من كل من التالي: كركم، وده اقوى مضاد التهاب في الدنيا، وكمون، وده كمان بيحمل 3/4 كالسيوم العالم، وقرفة، وجنزبيل، وقرنفل، ودول غنيين عن التعريف في فوائدهم، ده غير انهم بيعلوا الحرق. رشة فلفل اسود عشان نحرك المواد الفعالة اللي موجودة في الكركم. اخلطي الكلام ده كله مع عسل وعصير ليمون لحد ما تتشكل عندك عجينة تقدري ان انتي تعمليها تشكليها بايدك على شكل اقراص، او انك تحطيها في قوالب سيليكون وتدخليهم الفريزر. لما يتجمدوا هنحطهم في علبة، وكل يوم الصبح هندي لأفراد أسرتنا قرص على الريق. وبأكد لازم استشارة طبيب لو حد بيعاني من أي أمراض لا قدر الله. وبكده نبقى اطمنا اننا وصلنا لولادنا جرعة مركزة من الفايدة، وهيبلعوها في ثواني من غير بقى ما يغلبونا في شربها لو حطيناها في المية، ولا كمان نفقد جزء كبير من قيمتها الغذائية لو حطيناها في المية المغلية. طب تعرفي ان ورق اللورة مش للشوربة بس؟ حطي ورق اللورة مع برطمانات حفظ البقوليات وودعي السوس اللي بيطاردنا طول الصيف، ووسعي مكان في التلاجة بقى عشان انتي مش مضطرة تهربي البرطمانات من السوس فيها تاني. وهنا انا عايزه احذر من استخدام اي اكل سوس حتى لو طفشنا السوس منه، لان المشكله مش في السوس نفسه، لا ده في الفضلات اللي بيسيبها السوس على الاكل. تعرفي كمان انك لو حرقتي ورقتين من ورق اللورة او ورق الغار ده على عين البوتاجاز بعد ما تنضفي مطبخك هتستمتعي بريحة تجنن وطاقة ايجابية طول اليوم. طب تعرفي ان التوابل لازم تتنقى تنقية كويسة وتتغسل وتتحمص تحميصة محترمة، بالذات الكمون والكزبرة، عشان نحفز الزيوت العطرية اللي فيها. ولازم تتحفظ مباشرة في عبوات صغيرة محكمة الغلق بعد الطحن عشان تفضل محتفظة بالزيوت الطيارة والفوائد الصحية الجبارة بتاعتها. وده بقى اللي بتقدمهولك توابل دهب من خلال عروض فيها كل اللي يلزمك من توابل وبهارات وكمان خلطات ومنكهات. وانتوا عارفين اني في التوابل بالذات ما بهزرش، فالميزة في التوابل دي انها بتطحن وتتكمر في العلب الصغيرة وتوصلك بيتك من غير ما تلف على تجار جملة وعطارين ولا تجار تجزئة. خلي بالكوا، اللفة دي بتخلي التوابل توصلك لا طعم ولا لون ولا ريحة، ده غير انها هتوفر عليكي طابور العطار ولا السوبر ماركت اللي بتقفي عليه بالساعات عشان تجيبي ربع من هنا وتمن من هناك. ولانهم واثقين من جودة منتجاتهم، افتحي التوابل اول ما توصلك لقيتيها مش بالجودة البيرفكت اللي حكيتلك عنها، ارفضي الاستلام، ده غير ان عندهم كمان سياسة الاستبدال والاسترجاع. العرايس الحلوين اللي لسه مش مذاكرين خلطات التوابل ومين بيليق مع ايه، دهب عملت لكم خلطات جاهزة لكل أكلة، فمامتك هتبعت لهم جواب شكر أكيد عشان أنا عارفة إنك هريتيها اتصال مع كل وصفة. وكل كوم بقى والمرقة الفورية بتاعتهم دي كوم تاني خالص. جربي كده تحطيها في محلول نقع الفراخ، بالذات لو هتعملي ستريبس أو بانيه، وكلميني عن طعم اللحم وتبهيرته اللي هتتفوق على أكبر المطاعم. مستنية ايه بقى؟ قومي ودعي الاكياس والعلب القديمة والكراكيب، ووسعي مكان لعلب شيك مكتوب عليها اسم التابل اللي هتحتاجيه وبكميات صغيرة عشان تبقى طول الوقت فريش وما تفقدش قيمتها الغذائية ولا زيوتها العطرية لو بكميات كبيرة من كتر الفتح والقفل. واستمتعي بتجربة طبخ إيجابية ببرطمانات مرصوصة رصة جهنمية. وعشان دهب بتحب تفرح عملائها، مش بس بيقدموا منتج جودته من دهب، لا دول كمان بيعملوا سحب كل شهر وبيكسبوا عملائهم دهب او اير فراير. هسيب لكم لينكاتهم وكل تفاصيلهم في الكومنتات، وحظ موفق للجميع يا رب. وفي النهاية خالص انا عايزة اقولك، قريت مقولة كده وعجبتني قوي. المقولة دي بتقول: الردود والاهتمام والقهوة لا احد يحبها باردة.
اتمنى لو الافكار اللي قدمتها لكم ظبطت صحتكم كده ورتبت مطبخكم ونشطتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمه لطيفه زيكم في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. انا شيماء البهائي.